السلام عليكم يا أبطال. قبل ما نبدأ فيلم النهاردة، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتضغط على زر الإعجاب علشان يوصلك كل جديد من ملخصات الأفلام والمسلسلات. بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها سارة، شغالة مشرفة محتوى في شركة ضخمة مسؤولة عن مراقبة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وظيفتها إنها تشوف الفيديوهات اللي بيتم التبليغ عنها على إنها مزعجة أو فيها محتوى غير لائق، وتقرر هل يتم حذفها أو السماح ببقائها، وده طبعاً حسب سياسات الشركة. لكن شغل سارة مرهق جداً، لأنها بتقعد قدام الكمبيوتر ساعات طويلة تشوف فيديوهات مؤلمة ومليانة مناظر صعبة، والمشكلة إن المشاهد دي بدأت تأثر على حالتها النفسية بشكل خطير. مش هي بس، كل زمايلها في القسم بدأوا يعانوا من نفس الشيء، لدرجة إن واحد فيهم اسمه ماجد فقد أعصابه في يوم وبدأ يصرخ بصوت عالي جوه المكتب من كتر الضغط. وفي يوم بتحذف سارة فيديو لست بترمي نفسها من فوق مبنى عالي، لكن مديرتها في الشغل منى بتزعق لها وبتقول إن كده مخالف لسياسة الشركة، لأن الفيديو تم نشره في موقع إخباري وحذفه ممكن يعرضهم لقضية ضد حرية التعبير. لكن سارة بترد عليها بهدوء وتقول: أنا مش ضد حرية التعبير، أنا ضد حرية الانتشار، لأن مش أي حاجة ينفع يشوفها الناس. إلا إن منى بترفض كلامها تماماً وبتحذرها إنها لو ما التزمتش بالسياسات هتطرد. بعد الشغل بنشوف سارة بتحاول تهرب من الصور البشعة اللي بتشوفها طول اليوم، بتحاول تقنع نفسها إنها لسه تقدر تعيش حياة طبيعية، فبتفتح تطبيقات المواءدة وتدور على حد يشاركها حياتها، لكنها ما بتلاقيش الشخص المناسب. وفي ليلة جارها عماد بيخبط على بابها وبيطلب منها تخلي البنت الصغيرة ليلى عندها شوية لأنه هينزل وردية ليلية في الشغل. سارة بتوافق وبتحاول تخلق جو لطيف للبنت الصغيرة، لكنها بتتفاجئ إن ليلى بتحاول تدخل على موقع للكبار، فبتمنعها سارة وتقترح يشوفوا فيلم كرتون، وفعلاً بيقضي وقت لطيف سوا. تاني يوم بتحكي سارة لصاحبتها في الشغل آية إنها أدركت إن شغلهم صعب جداً نفسياً، لكن في نفس الوقت مهم لأنه بيحمي الناس من مشاهدة الحاجات دي. وأثناء الشغل بتشوف سارة فيديو غريب جداً، في واحدة بتتعذب بمسامير في جسمها، وصريخها بيكون مرعب لدرجة إن سارة بتفقد وعيها وتقع على الأرض، وبيفوقوها في المستشفى بعد فترة، وهناك بينصحوها تاخد أجازة. وبالفعل بتاخد الأجازة، لكنها بتتفاجئ بعدها إن المستشفى بعتت لها فاتورة علاج بمبلغ ضخم جداً، وهي ما عندهاش تأمين صحي، فبتضطر ترجع الشغل علشان تقدر تسدد المبلغ. لكن عقلها مش قادر ينسى الفيديو اللي شافته، بتحاول تشرب حاجات تخدر إحساسها لكنها ما بتقدرش، فبتروح لمديرتها وتطلب منها تبلغ الشرطة لأن الفيديو فيه جريمة حقيقية. منى بترفض وبتقول إن الفيديو ممكن يكون تمثيلي وإنهم مش عايزين مشاكل، لكن سارة متأكدة إن اللي شافته حقيقي. في الوقت ده بنشوف ماجد عند الطبيب النفسي التابع للشركة، اللي بيطلب منه يحاول يسيطر على غضبه وما يصرخش في المكتب، لكن ماجد بيحس بالإهانة وبيقوله إنه مش قادر يتحمل اللي بيشوفه كل يوم. وبعد كام يوم سارة بتقرر تروح بنفسها تبلغ الشرطة عن الفيديو، لكن الشرطي اللي بيشوف الفيديو بيستهزئ وبيقول إن دي ممكن تكون مشاهد تمثيلية. سارة بتتعصب وبتسيبه وتمشي وهي محبطة جدا، وبالليل بتخرج مع آية تحاول ترفه عن نفسها، لكن بعد السهرة الكوابيس بترجع لها تاني، فبتقرر تدور بنفسها عن مصدر الفيديو، بتنشره على منتدى وبتطلب من الناس تساعدها يعرفوا مين اللي نشره. بعد أيام شخص مجهول بيرد عليها وبيقول لها إنه عرف مكان الراجل اللي في الفيديو، وبالفعل سارة بتسافر 4 ساعات بالعربية وتوصل له، وبتراقبه لحد ما يدخل السينما. بتدخل وراه وبتكتشف إن الفيلم اللي بيتعرض شبه الفيديو اللي شافته بالظبط، فبتفهم إن الراجل ده مريض وتواجهه بره لكنه بينكر وبيقول لها إنها هي اللي مريضة. بتكتشف بعد كده إن الشخص اللي بعت لها العنوان كان بيكذب عليها وكان عايز ينتقم من مديره في الشغل. سارة بتنهار لكنها بتقرر إنها مش هتستسلم. بتطلب من ماجد يساعدها في تحديد هوية الشخص اللي في الفيديو، لكنه بيرفض علشان ما يدخلش نفسه في مشكلة. فبتقرر تراسل شركة الإنتاج اللي صورت الفيديو وتعرض عليهم إنها تشتغل معاهم ممثلة في المشاريع القادمة. وفي نفس الوقت إدارة شركتها بتلاحظ انخفاض أرباح الشركة بسبب حالات الإغماء المتكررة وسط الموظفين، فبيقرروا يعملوا حفلة عشان يخففوا الضغط عنهم. وفي الحفلة
بتتكلم سارة مع النادل اللي في المكان، ولما بيحاول يقرب منها فجأة بتنفجر غضباً وبتضربه بحزامه بعنف غير مبرر. بتسيبه على الأرض وتروح. تاني يوم بتشوف الشرطة في الشركة وبتفتكر إنهم جايين يقبضوا عليها، لكنها بتكتشف إنهم بيحققوا في وفاة موظف تاني جاتله سكتة قلبية أثناء العمل. وبالليل وهي قاعدة مع ليلى بيجي لسارة إيميل من شركة الإنتاج بيدعوها لحضور تصوير جديد خلال نص ساعة، وبالرغم من ترددها بتسيب ليلى لوحدها وتروح. هناك بتقابل شاب بيديها ورقة توقعها، لكنها بتسأله عن الراجل اللي في الفيديو، ولما يرفض يجاوب بتحاول تمشي، لكنها بتلاحظ إنه لابس نفس الجزمة اللي كانت في الفيديو، فبتفهم إنه المجرم وبتهاجمه برذاذ الفلفل وبتكسر الكاميرا وتهرب. ولما ترجع البيت تكتشف إن ليلى اختفت، وعماد جارها بيجي غاضب وبيتهمها بعدم المسؤولية. وبعد فترة بول زميلها بيديها عنوان الراجل اللي في الفيديو بعد ما قدر يوصله، وبيقول لها خلي بالك من نفسك، الراجل ده مريض نفسياً. سارة بتشكره وبتبدأ تتدرب في البيت على دق المسامير في قطعة لحم استعداداً للانتقام. لكن المفاجأة، ماجد بيجيلها يوم وبيوريها فيديو منتشر على الإنترنت ليها وهي بتضرب النادل في الحانة. بيحاول يطمنها ويقول لها إن الناس متعاطفة معاها، لكنها بتعترف له إن النادل ما عملش حاجة، وإنها كانت شايفة فيه وجه الشخص اللي في الفيديو اللي عذب الست. بعدها سارة بتستقيل من الشركة وبتبدأ تدرس تمريض، وبتشتغل في مطعم بالليل علشان تصرف على نفسها. وبعد فترة بتروح مقابلة شغل في مستشفى كبيرة، وأثناء المقابلة بتتكلم عن اللي اتعلمته من شغلها القديم، وبتقول جملة غامضة جداً: أحياناً علشان توقف الشر لازم تستخدم الشر نفسه. وفي اللحظة دي الكاميرا بتكشف وش المدير اللي بيقابلها، وبيكون هو نفس الشخص اللي كان في الفيديو من البداية. لو وصلت لهنا فأنت من الناس اللي بتحب القصص النفسية عميقة والمليانة غموض. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة أول بأول، واضغط لايك لو عجبك الفيلم، واكتب في التعليقات رأيك. هل شايف إن سارة كانت بطلة ولا فقدت عقلها زي ما فقدوا كل اللي اشتغلوا في الشركة؟